هذا حبيبي. احنا بث مباشر على قناة الرابعة العراقية. اوكي بعد دقيقة. موافقات دقيقة، عندكم موافقات وياه؟ عندنا موافقات. هاي قناة هي قناة الرابعة العراقية. حبيبي. تمام. احمد عيني. ممنوع التصوير. ليش ممنوع؟ حبيبي هذا باج وانا اعلامي، وهذا باج من الاتحاد الاسيوي، ليش ممنوع؟ حمودي الموضوع هو حدث وملحق اسيوي عربي. اليوم انت دا تمنع التصوير، تمنع القبول، تمنع ليش استضافت الملحق؟ ليش استضافت الملحق؟ الثاني من حقك كرابطه منتخب ادخل اشجع، ما تمنعني وتمنع غراضي. كان قلتوا ممنوع الجمهور العراقي يجي وما يجي ما يحضر. فهذا الشيء يعني هذا استغراب من الاخوه بالاتحاد السعودي والمسؤولين. تمام. لا بس ليش ممنوع؟ لو تذكرت حق الاصفر يقول لك مو هنا. اي بس انا اللقاء مع الجماهير. وقف يعني البث يلا يعني ممنوع. ما اشوف انه وضع، انا بصراحه مضطر انه اوقف البث حاليا، ان الاخوان ما يقبلون انه بصراحه اكمل اللقاءات مع الجماهير. اول ما اصير بحياتي مغطي في كل دول الخليج، في كافه الدول بالمنطقه. اول ما يصير عندي انه امتنع عن تصوير اللقاءات مع الجماهير. ليش ما اعرف يعني، انا اسف فارج بس مضطر انه يعني انهي البث وانهي يعني نعم. البث معاك بسبب الاخوه يعني المسؤولين عن هذا الموضوع. ما اعرف، هذه هي اجراءات جديده، الشباب دائما يكونوا متواجدين بمحيط الملعب واجراء اللقاءات مع الجمهور وحيا الله اهله. حياك الله. نعم فارج، اتمنى بصراحه انه اجل مجموعه من اللقاءات ايضا مع الجماهير، لكن الاخوان في الامن ايضا بلغوني انه اللقاءات ممنوعه. طيب شكرا احمد الحكيم. اول ما تصير حياتي انه في كل مكان من الملعب ممنوع، رغم انه باجاتنا رياضيه صار الاتحاد الاسيوي، لكن ممنوع. يعني الشماريخ ممنوعه، اللي هي هاي الاشياء الدخانيه اللي مجرد ما انت شغله تطلع دخان جدا كبير في الملعب ممكن يسبب باختناق العديد من الناس، من ضمنهم انا بصراحه اللي عندي تحسس. ممنوعه يعني حاليا شاهدت في اليوم في ملعب الشعب هذه الشماريخ موجوده. لا وحتى شاهدت اللاعبين من بدء المباراه يعني غطوا. انا لحد انا اتذكر في مباراه في احدى مباريات الدوري العراقي، امن الملاعب اعتقلوا كابوا فريق معين اني انشغل وحده في ملعب الشعب. للامانه هي ممنوعه دوليا يعني، وحتى هنا في السعوديه ممنوعه، لكن فجاه اصبح الموضوع مسموح، فجاه اصبحت الصافرات تدخل الى الملعب بشكل مسموح. لا اعرف بصراحه يعني تغيير القوانين فجاه اللايف، انت في لايف وبث مباشر يجي شخص يقول لك ممنوع. انا عندي باج من الاتحاد الاسيوي، نعم ممنوع. الاتحاد السعودي يقول انه اللقاءات في الملعب ممنوع. اذا يعني بصراحه اذا هذا الموضوع ليش جينا احنا هنا؟ يعني انا هسه مو بعيده ممكن بصراحه انا حاليا معك باللايف يجي شخص من الامن يمنعني اكمل هذا اللايف. هنا تجديد جدا كبير على الاعلام، هنا لا يوجد سلاسه في التعامل مع الاعلام، وان كنا اشقاء وان كنا ضيوف. بصراحه انا اتحدث عن شفته في الملعب وشفته حتى في باقي الاماكن. الموضوع ليس بالسهل يعني، الموضوع هناك تجديد ورقابه جدا كبيره على الاعلام. وان كنت تمتلك الباج يوم امس يعني اني في اللقاء مع والده زيدان اقبال في بعد لقائي معها بدقائق وموجود في اللايف الموضوع. نعم. اجى شخص من الامن منعني انه اكمل اللقاء. ليش؟ لا بصراحه لماذا هذا التجديد، لكن الحمد لله ما يعني الامانه احنا كان سابقا كنا في قطر، كنا في الكويت، كنا في الاردن. بمجرد ما يكون هناك حدث رياضي في هذا البلد يكون هناك استثناءات، وان كان هناك نوعا ما تجديد على الاعلام، لكن يكون هناك استثناءات على الاقل لاعلام الدول يعني اللي جايه، الدول اللي هم اشقاء. ما اعرف ليش هذا التجديد. انا دا اتحدث فقط رياضه، انا كلامي فقط رياضه، انا كلامي فقط فيما يخص المنتخب. لماذا هذا التجديد؟ لماذا هاي بصراحه الصعوبات اللي واجهناها هنا في جده؟ لا اعلم بصراحه. كلامي رياضي فقط مع الجماهير العراقيه. بالمناسبه احنا هذا اليوم التاسع يمكن او العاشر عندنا لحد الان في جده.
ما اجريت ولا لقاء ولا مع مشجع عراقي خارج الملعب، ممنوع. يعني صعب موضوع معقد جدا انه تجي اللقاءات او تجمعات في مكان عام. يجب ان يكون هناك مكان خاص. بالتالي الجمهور العراقي سوى واستاجروا كروفي، تخيلي كروفي، وتجمعوا به حتى لا يكون هناك تجمع في الشارع.